بيبقى اغلبنا عندنا جراكن فاضية بلاستيك في البيت. تعالوا نشوف ازاي هنحولها لحاجة مفيدة وجميلة بدل ما نرميها. بس قبل اي حاجة نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد، وما تنسيش اللايك والشير. ونبتدي. هنبتدي بقى نحدد بالقلم الشكل اللي احنا عايزينه. ومن الجهة التانية برضو. وبالكاوية ابتدي افرغ، واخد الجزء اللي تحت دوت وابتدي برضو اساوي بالمقص. ومعايا لون اكريليك فوشيا. انا حبيت استعمل الفوشيا، انت ممكن تستعملي اي لون موجود عندك، وممكن تسيبيه ابيض كده كمان. انا ما عنديش المدق بتاع الالوان، فسفنجة الميك اب بقيت ادق كده بالشكل ده. كده خلص معايا، وعملته من تحت برضو. ومعايا الشكل دوت حطيته عليه بالشكل ده، واثبته بقى بمسدس الشمع. وكده انا عملت الناحيتين. ومعايا الشريط دوت قلت ازينه، يعني هو الوان كده وشكل مبهج. انا عماله محتاره اخليه كله على بعضه حواليه، ولا اخليه حوالين الشريط العريض ده اللي انا عاملاه. فرسيت بقى اللي انا اعمله على الشريط العريض ده كله بالشكل ده. المنظم ده يبقى حلو قوي لرمضان. ممكن تخليه رمضان منظم صيفي، الوانه حلوه كده مبهجه. لو انتي بقى وصلتي معايا لغايه هنا، ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناه. والقناة بتاعتنا حبة افكار بكبسة زر. اي فكرة تخطر على بالك بكبسة زر واحدة ممكن تنفذيها. وبكده انا خلصته. المنظم بقى شكله شيك جدا. قلت برضو اعمل كده، احط كده على طول، ولا استعمل الخيط الاسترس دوت. لا، قلت الاسترس كده احلى. عملته حوالين اول المنظم كده كله بقى معايا بالشكل دوت. ممكن بقى الحتة اللي في النص ديت تكتبي عليها رمضان كريم لو هتستعمليه في رمضان، اسم هوم. تعملي اي كتابة تحطيها عليه. انا حطيت حرف جي على اسم ديما. وادي المنظم معايا خلص بقى معايا بالشكل دوت. ايه رأيكم بقى؟ ده منظم بقى متعدد الاستخدام. ممكن انا هحطه في اوضه ديما، هحط فيه تواكها واكسسواراتها وحاجاتها كلها. وادي اخر الفيديو. لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.